أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. أولا يا شباب، قبل ما ندخل في دورة فلتر احنا محتاجين نعرف شوية حاجات. من الحاجات ديت ايه هي البرمجة أصلا؟ البرمجة ببساطة هي القدرة على إنشاء برنامج. طيب ممكن حد يجي يسألني يقول لي هو ايه البرنامج أصلا؟ البرنامج هو مجموعة من الخطوات بيتم تنفيذها بترتيب معين، خطوة ورا خطوة ورا خطوة. من خلال الخطوات ديت بينتج عندنا ناتج نهائي حسب الناتج اللي احنا عايزينه ده كان ايه. يعني مثلا أقول لك مثال، أكيد كل واحد فينا كان راح رحلة قبل كده، ودايما كنت بتلاقي إن في برنامج للرحلة دي. مثلا هتروح مكان معين الأول بعدين مكان تاني لحد ما الرحلة تخلص. كل خطوة في البرنامج دي كانت بتتنفذ بطريقة معينة عشان توصل لإيه؟ توصل للهدف النهائي. وتعالى أوضح لك برضه في مثال تاني. عندنا هنا برنامج بيعمل كوباية نسكافيه. أنا زي ما قلت لكم إن البرنامج عبارة عن مجموعة من الخطوات بيتم إنشاء بترتيب خطوة ورا خطوة ورا خطوة، في الآخر بينتج عندنا الناتج النهائي لكوباية النسكافيه. المثال عندنا هنا بنسخن المية ونحط كاس النسكافيه في المية ونضيف السكر ونقلب السكر. بعد كل الخطوات ديت بينتج عندنا الناتج النهائي. طيب دلوقتي احنا فهمنا البرنامج ده لأننا بنقرأ عربي. كل واحد لما يقرأ البرنامج هيفهم وظيفته والنتيجة اللي هتطلع منه، لكن الكمبيوتر مش هيفهم الكلام ده لأنه مش بيتكلم عربي. طب الكمبيوتر بيتكلم ايه؟ الكمبيوتر بيتكلم بلغة الأصفار الوحيد، أو بمعنى صح الباينري كود، عشان يقدر يفهم الأوامر اللي احنا بنعطيها له. طب احنا لو عايزين الكمبيوتر يفهم البرنامج اللي احنا كتبناه لازم نحوله لأصفار وحيد عشان يقدر يفهمه. هل احنا بقى ممكن نحول الكلام دوت لأصفار وحيد عشان الكمبيوتر يفهمه؟ نقدر نعمل كده. وأحب أقولك إن ده كان النظام في بداية البرمجة، كنا بنكتب برنامج بأصفار وحيد عشان الكمبيوتر يفهمه. ده كان أمر صعب جدا، وغير كده كان مستحيل أصلا. المثال هنا عندنا مثال بسيط، إنما أنت في الأغلب لما تيجي تكتب تطبيق بقى فعلي هتكتب في الأغلب يعني آلاف من السطور. وتخيل بقى معايا آلاف من السطور فيها كام أوامر وكم أمر فيه صفر وواحد. مستحيل هتقدر تعمل الحوار دوت بصفر وواحد. إزاي بقى نحول الكلام بتاعنا لأصفار ووحايد؟ هقولك عن طريق الكومبايلر، بس هشرح الكومبايلر ده بعدين. في الأول خلينا نعرف إن إحنا عندنا نوعين من لغات البرمجة، Low Level Language و High Level Language. وفي المثال ده عندك مقارنة بين ال Low Level Language و High Level Language. زي ما انتوا شايفين إن ال Low Level عبارة عن أصفار ووحايد، فلو قلتلك مثلا اقرأ لي دوت إيه مستحيل هتعرف ده إيه. إنما عندنا في ال High Level Language شايفين إن فيها if print، يعني كلام زي البشر. يعني واحنا لو درسنا اللغة ديت هنقدر نفهم الأمر ده بيعمل إيه. فكل ما كانت اللغة كلامها قريب من البشر ونقدر نفهمه ونقدر نكتبه بنقول عليها هاي ليفل. كل ما كانت اللغة قريبة من لغة الآلة بنقول عليها لو ليفل. طبعا في أسباب كتيرة نقدر نقول على إن اللغة ديت هاي ليفل، بس خلينا نقول إن كل ما كانت قريبة كل ما نقول عليها هاي ليفل. نرجع بقى تاني للكومبايلر. هو إيه الكومبايلر دوت؟ الكومبايلر يعتبر المترجم ما بينك وما بين الآلة. مثلا لو أنت رحت دولة تانية ومش بتعرف تتكلم اللغة بتاعتهم، فأنت بتحتاج مترجم علشان يترجم كلامك للدولة التانية. فكذلك الكومبايلر بيشتغل، بيحول كلامك لأصفار وحيد عشان الكمبيوتر يقدر يفهمك. وعندنا هنا مثال بسيط يوضح الموضوع ده. فمثلا احنا كتبنا كلمة hello، كلمة hello دي بتروح للكومبايلر، الكومبايلر بيروح يحولها لأصفار وحيد. فمثلا عندنا ال H هتلاقي الجزء ده، بعد كده الجزء ده اللي هو ال E، بعد كده ال L، بعد كده ال L، بعد كده ال O، وبيبعتها للكمبيوتر والكمبيوتر يفهم إن عنده كلمة hello. فأنتوا متخيلين قد إيه الكمبيوتر مفيد لينا، لأن إحنا ممكن نكتب برنامج يحتوي على آلاف السطور وهو بقى يحولها لأصفار وحيد ويبعتها للكمبيوتر وخلاص، من غير ما إحنا نتعب حالنا ولا نكتب أصفار الوحيد دي. في الفيديو الجاي إن شاء الله نتكلم عن فلاتر واللي إحنا هنستخدمها. شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.